السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد ربنا معاهم. ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكركم حبايب قلبي، كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وانتوا السند والعون بعد ربنا. حقيقي بجد بحبكم قوي، بحترمكم قوي، على راسي وجودكم والله. الناس اللي اشتركت جديد في قناتي بحبكم قوي، ربنا يا رب يخليكم ليا كده ودايما معايا، وقناتي ان شاء الله هتكبر بيكم وليكم كده باذن الله. حطوا لنا اللايك يا حبايبي، وكل سنه وحضراتكم طيبين. رمضان طالع يجري يا جماعه، شهر كريم، شهر مبارك علينا وعليكم، وبجد يعني يا ريت يا ريت، انا بنصح نفسي قبل ما بنصحكم. يعني نقرا بقى القرآن والتراويح والتهجد ونصلي الفجر حاضر. يعني الشهر بجد حقيقي يعني بيجري بيجري بطريقة مش معقولة، فنلحق كده ونغتنم الحاجات دي كلها قبل ما الشهر يخلص. كل سنة وحضراتكم طيبين. حطوا لي اللايك. ونتكلم النهارده على الحاجة بطاطا، هنتكلم على ياسمين جاد، وهنتكلم على المفاجأة بتاعت محمد حوارات اللي عملها طبعا لآلاء وجاب أهلها وراحوا دبي. هنعرف دلوقتي يا جماعة. حطوا اللايك. شفنا الحاجة بطاطا وكانت عازمة ياسمين وضني وهدى واحمد حلبسة زي ما بيقولوها. كانت عازمه ولادها، وشفناها كانت صدفه سايبه لها فرخه مسلوقه وسلقت بطاطستين، والمهم عملتها كفته، يعني فصصت الفرخه وعملتها كفته، وقالت البانيه لما هدى تيجي تعمله. وشفناها عملت الجلاش بالجبنه. المهم وهي بتعمل الاكل او الفطار قعدت تتكلم على ضني، ولان جالها هجوم جامد جدا من المتابعين، وقالوا لها ان انت خربت بيوت وانت السبب وانت ما بتنصحيش بنتك. المهم قعدت تقول يا جماعه ضني مش صغير، ضني عنده 30 سنه، انا ماليش دعوه، هو وامه، ما حدش يجيب لي سيره امه، ولا حد يجيب لي سيره ضني، ولا حد يجيب لي سيره اي حد، انا في حالي. لا يا حاجه بطاطا، انت مش في حالك، بالعكس انت انت المفروض كأم وكحمى تدوقي نار الست ام ضني، تجربي النار اللي هي قاعده فيها. حقيقي قلنا لك كتير المفروض تكلمي بنتك وتهديها شويه، لكن بصراحه انت تستاهلي يا حاجه بطاطا الكلام اللي انت خدتيه، لانك انت ام المفروض تعقلي بنتك يعني انت ولادك حواليكي دلوقتي كلهم عندك ما شاء الله، صدفه وسعاد ومحمد وهدى وياسمين، ربنا يخليهم لك يا رب. لكن الست ام ضني قاعده لوحدها وملهاش الا الابن العاق زي ما هنسميه، ضني العاق، اللي هو فعلا سايب امه تفطر لوحدها وتتسحر لوحدها. الست بجد حالها يا جماعه والله يقطع القلب. الواحد حاطط مكانه، حاطط نفسه كده في مكانها هي. فحقيقي صعب صعب الام تفطر لوحدها كده وتسحر لوحدها وتصور نفسها بنفسها. ربنا يعينك يا ام ضني على اللي انت فيه. الحاجه بطاطا المفروض تكلمي بنتك، وبنتك تاخد جوزها كده ويروحوا يصالحوا الست ام ضني. العيب مش عليها برضو، العيب على ابنها اللي فعلا ما يسماش ده راجل. والله بنقولك يا مضني انسيه خالص، ده ما يستاهلش، ده ابن عاق وما يستاهلش ان فعلا يتقال عليه راجل. هنتكلم على ياسمين، وكانت طالعه بتعيط ومش شحتفه قوي وعايزه تطلع تقول الحقيقه، لكن كتمها في قلبها. طب حقيقه ايه يا ياسمين؟ ما انت فضحتي قبل كده ام ضني، انت ناسيه ولا ايه؟ وفضحتي برضو ابنك، يعني انت ما فضحتيش ام ضني وقعدت تقولي دي اتجوزت جزار. طب ما كويس ان هي اتجوزت جزار، ما كانش في حاجه تاني يعني. المهم يا ياسمين انت برضو نفس الحكايه، عندك ابن وهيقعد لك والله الكلام ده كله، هيعمل فيكي نفس اللي ضني بيعمله في امه بالظبط. واحنا شايفين بجد ابنك يعني ما سليم، احنا شايفينه بيعاملك برضو ازاي، وبيقول لك كلام ساعات كده بيجرح. لكن انت ما بيأثرش فيكي حاجه. قعدت تقولي انا شايله كلام في قلبي، وعماله تعيطي عشان تستعطفي المتابع.
غلطت برضو في مدام اخلاص ابو رجيله، قلت عليها ام منقار وقلت عليها ان هي متصابيه. لا، الست اخلاص بجد اللي احنا شايفينه ان ست بتقدم شغلها يا جماعه، بتقول اللي انتوا بتطلعوا يعني ما احنا شايفين المحتوى بتاعكم بيطلع علينا، وهي الست بتطلع تقول شغلها مش اكتر، بتقدم الشغل بتاعها. لكن هي صراحه معلمه عليكم، فعشان كده انتوا كل العيله بتاعتكم بتكرهوها. هي مش بمنقار ولا حاجه، وهي ما بيفرقش معاها مدام اخلاص الكلام ده كله. هي مش متصابيه، بالعكس الست جميله ورقيقه وبنت ناس، وواضح عليها ان هي فعلا بنت ناس. انتوا كلكم هتموتوا من قنوات النقد علشان هي معلمه على قفاكوا. ياسمين هيتعمل فيكي والله اللي بتعمليه في حماتك. قربي من حماتك اكتر، امسكي جوزك كده، مفيش حاجه دايما على فكره. انتوا طلعتوا قلتوا قبل كده ان انتوا محسودين، وضن قال ان احنا تعبانين ومحسودين. محسودين من ايه؟ ده ربنا كده غضبان عليكم بجد، لان ده عاق ومخلي امه يعني كأن ملهاش ابن بالظبط. يعني ما لازم ربنا يعاقبكم، انما حسد ايه وبتاع ايه؟ اي نعم الحسد مذكور في القرآن لكن انتوا ومن اعمالكم سلط عليكم. ربنا يهديلكم حالكم في الاول وفي الاخر. احنا بنتمنى ان ضن يرجع لامه تاني. بنتمنى يا ياسمين ان انت تاخدي جوزك وتروحوا تصالحوها وتبوسوا على رجليها وتفطروا معاها، بدل ما الست حالها يقطع القلب كده. الست امونه بنقول لك ربنا يعينك على اللي انت فيه. تعالوا نتكلم يا جماعه في اخر موضوع، حطوا لي اللايك، وهنتكلم على المفاجاه اللي كان محمد حوارات عاملها لآلاء. وشفنا فيديو احنا كانت مامة آلاء عاملاه في طبعا القناة بتاعتهم ولاد رزق، وشفناها وهي بتعيط ونفسها تشوف آلاء وبنتها. طيب احنا يعني استشفينا بقى من الفيديو ده ان فعلا كان محمد بيطلع لهم الاوراق، لكن هم ما قالوش. ففجأة لقينا محمد بيقول ان خلاص عامل مفاجأة لآلاء، عشان احنا عارفين ان هي آلاء حامل وقربت تولد، والعصب السابع طبعا رجع لها تاني وتعبت تاني، فحالتها النفسية وحشة جدا. لكن هو عمل لها مفاجأة وجاب لها اختها نجار وجاب والدتها. راحوا دبي وشفنا كل التفاصيل كان عاملها طبعا محمد حوارات في الفيديو. احنا شايفين ان محمد بجد هيعمل يعني فيديوهات بعد كده حلوة، لان هو كان بيصور هو ومراته بس وبنته الصغيرة. لكن دلوقتي هتبقى العيلة طبعا مامة آلاء. وشفنا فرحة آلاء واختها نجار. صراحة الواحد اتأثر جدا. محمد شايفينه مهتم قوي بحماته، لان احنا شايفين الحما بصراحة بتحبه جدا. انا شايفة ان محمد دلوقتي واخد نفس الخط بتاع حسن، ان زي ما شايفين حسن بيصور مع حماته وحماه وشايفين القناة ما شاء الله شغالة حلو جدا. محمد نفس القصة، ابتدى دلوقتي هيصور مع مامة آلاء ونجار. ربنا يا رب يهدلكوا حالكوا، ده اللي بنتمناه. محمد من الناس الحلوة يا جماعة، من الناس الطيبة كمان. آلاء كان جاي لها هجوم جامد جدا، ازاي يا آلاء انت ما تقوليش لمحمد ان انا يعني عايزة اهلي او اشوف اهلي. لكن الحمد لله محمد عمل مفاجأة حلوة جدا، وان شاء الله ربنا يهدي لك حالك ويشفيكي يا آلاء. وفعلا امك جنبك بالدنيا كلها. الام يا جماعه، الام حاجه كبيره قوي، واحنا شفنا الام بصراحه وهي بتحضن آلاء، احنا اتاثرنا جدا والله. ربنا يا رب يخليكي ليها يا مامة آلاء، ويخلي لك آلاء وولادك يا رب. انت ست جميله قوي، ست طيبه. هنشوف بعد كده محمد هيعمل فيديوهات حلوه ان شاء الله. ربنا يشفيكي يا آلاء. بشكركم حبايب قلبي، شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.